السلام عليكم البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بلا ما نطول عليكم في المقدمه، اليوم كيف ما قلت لكم جبت لكم هذا الموديل اللي دابا اللي ولاو كيديروه العيال تحت الجلالب، يعني بهذه الخدمه اللي كتكون خفيفه، عباره غير على ضريس ديال كنقولوا ليه حنا ديال البريوه يعني، ولا كما كتشوفوا الموضه ديال دابا كلشي كيديروا تحت من الجلابه اللي بهذا توب الموسلين. يعني فرصة بالنسبة للمبتدئات، راه سهل انها باش تخدموا وباش تدبر على صريف بحال هكا تعاون به راسها، علاش لا كمبتدئة. اذا ضريس ساهل كيف ما كتشوفوا، راه كيتخدم غير هو اصلا الثوب كيكون القميص كيكون فيه غير نص طوق. هنايا انا هنا راه غير الخياط اللي فصل، يعني طول ليها التقطيع ديال العنق، نورمالمون خصها تكون غير حد هنا، هو زاد ليها فيها. يعني اضطريت انا نزيد نضرب واحد جوج غريزات ديال الرنده نطلعهم ليها باش نقص من هذيك المسافه، لان غادي يجي محلول بزاف، يعني بزاف على فتحه العنق انه تكون هكا، يعني راه النص تقريبا. المهم انا خدمت هاد جوج غرزات طلعتهم باش نقص الطول ديال فتحه العنق. دورته بهاد الطريس كما قلت لكم ديال البريوه اللي هو ساهل، والكميمات تا هو نفس الشيء، يعني خدمه سهله بسيطه. كيف ما قلت لكم اي مبتدئه راه انها ممكن انها تجيب الخدمه من عند الخياط. هاد الخدمه راها موجوده عند الخياطه، يعني فكي الخياط كيكون خدم الجلابه ديال بالمعلم، وهاد الضريس راه كيعطيه للبنات. اذا ما تعكزوش البنات، سيروا دبروا على راسكم، جيبوا الخدمه من عند الخياط. هاد الخدمه كتقام ب50 درهم، يعني تشديها من عند الخياط ب50 درهم. فيها الكول، الدوره ديال الكول، وفيها الكميمات هما اللي كيتخدموا بحال هكا بدرس البريوه، والفتيحات هاد الا كان فيه الفتيحات راه كتخدموهم غير بالسنينات. غير السنينات، غير هاد السنينات ديال الوحده، كنسميو حنا السنينات ديال الوحده. وهاد هادو هما اللي كيداروا في الفتاحي، في الدوره ديال الفتاحي. الا كانت مديره في الفتاحي على في الجناب، انا هنا عندي هاد القميص فيه الفتاحي في الجناب. اذا كدوروا هادوك الفتيحات بهاد السنينات، سميتو والكولو الكمام هما اللي كيف ما كتشوفوا. هو الكم ديالي، انا غنبدا لكم الضريس في الكم اللي باقي ليا. على فكره هذا السورجي، يعني ما تخليوش، حاولوا ما تخليوش ديما خدمتكم تكون نقيه، يعني ممنوع تخليو السورجي هكا باين، يعني في الكم اولا في الدوره ديال العنق، يعني ما تخليوش السورجي باين، يعني ضروري خصكم تنبلوه، ديروا ليه لوري وتدرجوه. هنايا انايا نبلت 1 سنتيم، لان الكم ما بقاش فيه طول بزاف، يعني يلا عندي سنتيم، يعني قسمته على جوج، درت ليه هكا لوري. من بعد غنبدا على بركه الله، بسم الله. الحرير على 3 شغرات باش كنخدمو. نحاول نشد بالفيلين هكا. اذا نجي هنا الحاشيه الجنب ديالكم، انا ركبت الحرير ديالي. هذه اللويات، يعني باش هكا تجي الضرسه واقفه عامره، يعني كنديروا 3 اللويات كنعاودوا. هذه كنكملوها السنينه اللي حداها حتى هي نفس الشيء، نخشيو هنا بيناتهم 3 اللويات. كيف ما تشوفوا اللويه الاولى، الثانيه، الثالثه، صافي. وكنخرج الخيط ديالي، يعني هذه ما غاديش نرجع معاها، لا غندوز للعوينه الاخرى، يعني السنينه الاخرى كنشد في العوينه ديالها الفوقانيه، كندخل الابره. نفس الشيء الاولى، الثانيه، الثالثه، يعني كنشركو السنينه الاولى مع السنينه الثانيه،
كنعاود نخشي من هنا، يعني كيف ما كتشوفوا الابره من وسط الخيط ديالي كنخرجها بحال هكا، وكنحاول ندير واحد العوينه بحال هكا تبقى هكا الفوق صافي. وغادا نجي لهنا وغادا نخرج كما كتشوفوا الحرير من وسط البرا، من وسط الحرير صافي هكا. نحاول نقادها، هذه غير البريوه العاديه يعني اللي ما مغلفاش. هنا الضريس خدمته غير بالبريوه العاديه اللي ما مغلفاش. مره اخرى وندير لكم درس ديال البريوه المغلفه، هذا انا خدمته غير بالبريوه عاديه. كنجي حداها كنخرج البرا، كندير واحد العوينه، كنجي عاود يعني وحده خاصها تكون شاده في وحده، يعني ما نديرش ليسباس باش ما يجيش الضريس خاوي. يعني وحده غنحاول وحده غنشدها في الاخرى في التتمه ديال الاخرى، هذه نفس الشيء، ثانيه ثالثه. كنعاون هنا كندخل غير الابره من وسط الخيط ديالي، يعني باش ندير ديك العوينه ديالي بحال هكا هانتوما كتشوفوا. نعاود نجي حداها تاني، ما ناخذش مسافه كبيره يعني دقه على دقه. نفس الشيء الاولى الثانيه الثالثه. هذه كيف ما قلنا ما كنرجعوش معاها، يعني الاولى كنديروا ليها هاد العوينه هكا، هذه اللي غير كنلويو دوك 3 اللويات صافي وكنشدوها يعني نلصقوها مع نخشيو الابره في السنينه الاولى اللي درت في الاول صافي. وكنلويو نفس الشيء 3 اللويات يعني هكا. كنجر كنزير يعني كندخل هنا كما كتشوفوا، كنرجع معاها كندير لها هذيك العوينه ديالها صافي، وكنجي الاخرى حتى هي لتحت وكنكمل الضرسه ديالي كما كتشوفوا. هنا نعاود ثاني نشد في الثوب، يعني هاد الضريس راه ما نحتاجو نديرو ليه لا شبيكه لا حتى حاجه، يعني مباشره كنخدموه في الثوب. بغيتو ديروا الشبكه ديروه، ولا هذا الغالب الاغلبيه ولا غير كيخدموا غير بحال هكا يعني بلا شبكه بلا والو، يعني مباشره كتشدي في الثوب. كندير نبني الضرسه ديالتي الاخرى حتى هي على اللي حداها، يعني كيف ما قلنا ما نخليوش واحد المسافه، يعني ضرسه على ضرسه بريوه على بريوه بحال هكا وصافي. دريس ساهل ودغيا توجد. راه الا كنتي مساليه لا خدمتيها من الصباح راه بامكانك تخدمي البياسه في نهار واحد، يعني الصباح الليل تكون موجوده. يعني بالنسبه للبنات اللي ما عندهم لا متابعه مسؤوليه لا ديال الدراري لا حتى حاجه، راه بامكانهم انهم نهار واحد يفينيو هاد البياسه. ممكن نستمر بحال هكا حتى كنكمل الكم ديالي. كنتمنى ان الشرح يكون واضح، واللي ما فهمت شي حاجه وبغات اي استفسار تخليه ليا في التعاليق، وراه ان شاء الله نجاوبها او نعاود ليها داكشي اللي ما فهمتش. الى هنا كنتمنى كيف ما قلت لكم الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اما بالنسبه السنينات كيفاش كيتخدموا راه حتى هما الطريقه سهله. قلنا هاد السنينات كنخدموهم كنديرهم في الفتيحات ديال القميص او ديال الجلابه. هاد الطريقه ديالتهم حتى هي بسيطه سهله، يعني كيف ما شفتوا دخلت البرا من هنايا، يعني جيت درت حداها واحد العوينه في وسط هاد بينات هادوك جوج ضربات جوج غرسات، كنلوي 3 اللويات هكا، كنخرج
كنزير شويه البرا، كنعاود نخشي فوق من وسط هذوك العوينات صافي، وكنلوي هذاك الخيط ديالي على هذاك الرويس اللي درت. هو ضروري ديروا ثلاثه اللويات باش كتجي هذيك السنينه يعني باينه. انا كنخدم بحال اللي كنخدم عسريه، حيت مع الكاميرا التليفون ما خلاش ليا ليسباس فين ندفع يدي. نعاود لكم وحده على وحده، يعني ما تخلوش بيناتهم، يعني كنلصقوا وحده على وحده ما كتشوفوا. السنينات كيجيو بطريقه سهله ومبسطه. راه حتى حاجه ما صعيبه، راه كلشي ساهل، راه خص غير الاراده، والانسان اللي بغى يوصل لشي حاجه راه كيوصل لها. يعني الا كانت عاجباه شي حاجه وباغي يتعلم راه يتعلم. مهم هذه هي الطريقه ديال كيفاش كيتخدموا السنينات. انا درتها للبنات المبتدئات. ممكن نستمر بحال هكا حتى كنكمل الفتيحه ديالي.